قصري شحن 788 بتحنا لنا قرب تليفون لنا إن شاء الله تعالى. كن لما عنتي حصر زبالة جزية سلزلنا قلت ندابلنا تنربز وفقنا خلينا نبينا إن شاء الله. صيني لكم كتسمعنا تسفان قبر كم تتسامعنا له إحنا بزي شرحين هبنينا إنما ترايك ذكرنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع؟ قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا مهلين بالحج في أشهر الحج وحرم الحج فنزلنا سرف فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه ذوي قوة الهدى ذوي قوة الهدي فلم تكن لهم عمرة فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال: ما يبكيك؟ قلت: سمعتك تقول لأصحابك ما قلت فمنعت العمرة. قال: وما شأنك؟ قالت: لا أصلي. قال: فلا يضرك، أنت من بنات آدم، كتب عليك ما كتب عليهن فكوني في حجتك عسى الله أن يرزقك إياها. قالت: فكنت حتى نفرنا من منى فنزلنا المحصب فدعا عبد الرحمن فقال: اخرج بأختك الحرم فلتهل بعمرة ثم أفرغا من طوافكما أنتظركما ها هنا. فأتينا في جوف الليل فقال: فرغتما؟ قلت: نعم. فنادى بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح ثم خرج موجها إلى المدينة. باب يفعل العمرة ما يفعل في الحج. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمام قال حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى بن أمية يعني عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعران وعليه جبة وعليه أثر الخلوق أو قال صفرة، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم فسرت بثوب ووجدت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي. فقال عمر: تعالى، أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه الوحي؟ قلت: نعم. فرفع طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط وأحسبه قال كغطيط البكر، فلما سري عنه قال: أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق عنك وأنق الصفرة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن: أرأيت قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فلا أرى على أحد شيئا أن لا يطوف بهما. فقالت عائشة: كلا، لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمنات وكانت منات حذو قديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. زاد سفيان وأبو معاوية عن هشام: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطوف بين الصفا والمروة. باب متى يحل المعتمر. وقال عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال عن جابر عن إسماعيل عن عبد الله بن أبي أوفى قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه، فلما دخل مكة طاف وطفنا معه وأتى الصفة والمروة وأتينا معه، وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد. فقال له صاحب لي: أكان دخل الكعبة؟ قال: لا.
قال فحدثنا ما قال لخديجة، قال فحدثنا ما قال لخديجة، قال بشروا خديجة ببيت من الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت 7 وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة 7 وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وهو منيخ فقال أحججت؟ قلت نعم. قال بما أهللت؟ قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قيس فقلت رأسي، ثم أهللت بالحج فكنت أفتي به حتى كان في خلافة عمر، فقال إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وإن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن أبي الأسود عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر حدثه أنه كان يسمع أسماء تقول كل ما مرت بالحجون صلى الله على محمد لقد نزلنا معه ها هنا ونحن يومئذ خفاف قليل ظهرنا قليلة أزوادنا، فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج. باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. باب استقبال الحج القادمين والثلاثة على الدابة. قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه. هنا سنقف بطوخ بالله إن شاء الله. باب القدوة والغداء بإذن الله تعالى نزل له إن شاء الله نقص لنا أسامحنا لما أنت حسرا بالله ابنكم ولنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على نهج الرسول لنا مسير وعند الله للساعي مصير. شغلنا عن طريقك يا حبيبا فسيل الضيم في دمنا.